مساء الفل عليكم. الزمالك بيفوز على الشرطة الكيني 1-0 خارج الديار وبيحط قدم في دوري المجموعات. شيء جميل انك تفوز خارج الديار، والنتيجة دي بالمناسبة هتفرق جدا معاك في استعداداتك للسوبر الافريقي، وهتخليك تتعامل مع مباراة العودة كبروفا للمباراة الاهم قصاد الاهلي في السعودية. مش قصدي والله خالص اذكر السلبيات، وجايز يكون الاداء متأثر وانخفاض المعدلات البدنية بسبب عامل الحرارة في كينيا، لكن المباراة دي في نفس ذات الوقت كشفت عن بعض التفاصيل البسيطة، وهي انك في حاجة لمشاركة الصفقات الجديدة ودخولها مع الفريق في اسرع وقت ممكن. كشفت كمان انك في حاجة للاعب 6 ولاعب سردباك ولا غنى عن ده في الميركاتو الحالي. انت لك ان تتخيل ان عبد الله السعيد صاحب ال39 عام هو اللي كان شايل نص ملعب الزمالك دفاعيا. دونج حرفيا ما جاش من ايام الكونفدرالية. وضحت كمان ان جوميز مش مذاكر الخصم حتى 10%. فهل يا ترى ده بسبب تركيزه في مباراة السوبر الأفريقي؟ ولا دي عادته في مواجهة الفرق الصغيرة؟ ولا ده بسبب تركيزه في اللقاءات والتصريحات في الفترة الأخيرة؟ في كمان بعض البديهيات اللي سهلة جدا على أي مدير فني، وهي مشاركة محمد شحاتة في مركز الباك رايت وتكرار أخطاء الماضي اللي كنت سابقا بلتمس له العذر فيها لأن ما كانش عنده وقتها أي أوبشن تاني. لكن النهاردة أصبح عنده أحمد محمود كخيار كان يقدر يشاركه في مركز الباك رايت، ويخلي عمر يلعب ناحية الليفت عادي جدا، والأمور وقتها كانت هتمشي عادي. وبالمناسبة الموقف اللي حصل النهاردة واحتياجك لباك ده احتمال يتكرر كتير جدا على مدار الموسم، ولو مش هتشارك أحمد محمود وتعتمد عليه في مباراة قصاد خصم ضعيف زي البوليس الكيني، أمال هتعتمد عليه إمتى؟ في كمان شيء لفت نظري في المباراة، وهو مشاركة جوميز لناصر منسي كبديل الجزيري. ناصر معاك من الموسم اللي فات وانت مش مقتنع بيه وبإمكانياته، وعندك على الدكة حسام أشرف اللي كان بينافس على هداف الدوري الموسم اللي فات. يا ترى بقى لو انت جوميز تجرب لاعب أول ما تفك الجام وهتلاقيه بياكل النجيلة عشان يوجد فرصة ويلعب، ولا مفروض تجرب للمرة مليون لاعب عندك انت أساسا مش مؤمن بإمكانياته؟ بتلعب في الحر واللعيبة تقريبا اللي واقفة على رجليها بدنيا بدأت تقع منك في الشوط التاني، ومحتاج تنزل لاعب في الوقت ده واقف على رجله بدنيا عشان يشيل الفريق، تقوم منزل شيكابالا؟ يا سيدي الفاضل، يا مستر جوميز، ربنا عرفوه بالعقل ما شافوهوش. وفي مباريات زي مباراة النهاردة دي بيكون وارد فيها اننا نتخذ قرارات غلط والخصم يخدمنا زي ما حصل النهاردة، لكن في مباريات صدقني الغلطة فيها بفورة، وفي مدربين زي كولر كده بيكون قاعد مستني الغلطة لخصمه عشان يخلص عليه. ما ينفعش مثلا وانا بقول مثلا اننا ندفع بشيكابالا مثلا على حساب مثلا مشلاك، وخرج لاعب بدنيا ودفاعيا وهجوميا ماشي كويس وقافل على كولر في جبهته الدفاعية وحامل مشكلة هجوميا، وأقوم سحبه ومنزل شيكابالا اللي واجبه الدفاعي مش موجود وهجوميا مش هيظهر في أفضل صورة ليه، وأقول أصله قائد جوه الملعب. ده يا معلم دي اسمها عواطف، وده مش وقت عواطف خالص. انت كده بتخدم خصمك خدمة ما كانش يحلم بيها، لان شيكا دفاعيا على الله حكايته من يوم ما كان في العشرينات، ازاي النهاردة هتطالبه يدافع وهو في الثلاثينات ويلتزم كمان بالباك سواء كان هاني او عمر كمال او يحيى عطية الله؟ انت كده يا سيدي الفاضل هتبقى بتهزر. التغييرات اللي من النوع ده تتعمل اضطرارية لما يكون مفيش اوبشن تاني غيرها، لكن ما يكونش قصادك على الدكة شلبي وشيكابالا ولاقيك بتدفع بشيكا وسايب شلبي جنبك. اتمنى عمنا جوميز يركز في اللي جاي، وجماهير الزمالك كمان تتفاهم ان دي سنة الحياة، وان شيكابالا مش هيلعب العمر كله، والا بقى كان حازم الثعلب اللي متعنا بكورته لعب العمر كله، حماده عبد اللطيف الحاوي لعب العمر كله، حماده امام وحسن شحاته كانوا لعبوا العمر كله، او كنا حتى استعنا بايمن منصور يجي يشارك في السوبر اللي جاي يكونوا كعبه عالي على الاهلي وجايب لنا منه سوبر افريقي قبل كده. الاهم النهارده يا عزيزي مش مشاركه شيكابالا او غيره من اللاعبين الاساطير، الاهم النهارده ان الافضل والمفيد للزمالك هو اللي يشارك. بوبنزا من رأيي فرخة باضت للزمالك بيضة ذهب، وكأنه لاعب اشتريته ما دفعتش فيه فلوس وهو كمان ما خدش منك فلوس وهتبيعه بمبلغ ضخم. امبارح محمد حبشي وكيل بوبنزا المصري ظهر مع ابراهيم فايق في مداخله قال كلام خطير جدا. مبدئيا اكد ان موقف الزمالك سليم 100% وانه بيمتلك البطاقه الدوليه الخضراء للاعب، وكل اللي بيتقال حاليا من النادي الروماني ومن بوبنزا ما هو الا مجرد مهاترات الغرض منها تشكيك الزمالك في موقفه عشان يبدي مرونه في المفاوضات في الفتره اللي جايه.
كشف كمان عن سبب تراجع بوبنزا عن إتمام تعاقده مع الزمالك، وإنه تم تهديده بالقتل من قبل بعض الأشخاص في الشركة الفرنسية المتعاقد معاها، وده كان لمح بيه المحمودي في إحدى الحلقات اللي اتكلم فيها عن القصة دي. ده لو كنت متابع جيد للمحمودي. حبشي قال كمان إن النادي الروماني وبوبنزا هيتنفخوا طبقا للقانون، مش طبقا لكلامي ولا لكلامك ولا لكلامه هو شخصيا ولا كلام المواقع الرياضية، وإن الزمالك هيحصل من قبل الفيفا على تعويض ضخم من بوبنزا ومن النادي الروماني، اللي لو بوبنزا انضم له بشكل رسمي هيصبح شريكه في الجريمة اللي عملها بوبنزا. تاني بأكد إن الزمالك موقفه سليم، وهيحصل على غرامة مالية ضخمة من بوبنزا إذا كملنا في القضية دي بشكل جاد. تقولي إزاي يعني ما نكملش بشكل جاد في القضية؟ هقولك ما هو يا عزيزي الكسل أحيانا بيعمل أكتر من كده. احنا من فترة كده بسبب شخص راحت عليه نومة اتحكم على الزمالك بمبلغ وقدره. بلاش، لو حد كان كلف خاطره من المسؤولين عن إبرام الصفقات وسافر مضى بوبنزا وجابه في إيده، ما كناش أساسا وصلنا اللي وصلنا له حاليا. عموما هي جات مصلحة، أتمنى مجلس إدارة الزمالك يستغلها. الزمالك بالمناسبة دخل في مفاوضات مع اللاعب كارلوس سترادنبرج مهاجم هاتايسبور لتعويض صفقة بوبنزا. ولما اقولك ان الزمالك دخل في مفاوضات مش معنى ده ان الزمالك خلص اللاعب او اللاعب اصبح على بوابة 100 عقبة. القصة يا دوبك مجرد مفاوضات ودردشة، ربما تستمر وبعدها تفشل الصفقة، وربما تنتهي بدري بدري، وربما تستمر ونتعاقد مع اللاعب. لكن بما ان الموضوع اتكشف عنه يبقى احنا داخلين ندردش بس. يوه، قصدي نتفاوض بس، لان الاكيد ان لو الزمالك بالفعل جاد وعايز اللاعب لابد ان يكون اسرع في المفاوضات، لان اللاعب ده كان من فتره الاهلي يعينوا عليه. اللاعب بالمناسبه يحمل الجنسيه السويديه، بيلعب مهاجم صريح، طوله 187 سم، 28 سنه وهداف وارقامه جيده. اللاعب لعب طوال مسيرته 334 مباراه، سجل خلالهم 140 هدف، صنع خلالهم 28 هدف، يعني ساهم في 168 هدف. اتمنى اذا كنا جادين في المفاوضات كابتن حسين السيد او كابتن احمد سليمان او حتى انا، حد يا جماعه ياخد طياره طالعه تركيا ويروح يخلص القصه ويجيب اللاعب في ايده، وبلاش بقى جو الزوم ده. الله يبارك لكم في ولادكم. احنا لحد دلوقتي اشترينا كل الصفقات اللي فاتت دي من غير ما ندفع حاجه، وصفقة بوبنزا اللي كان هيتكفل بيها السيد هاني بيرزي باظت، فهل ما زال عرض السيد هاني بيرزي مستمر ولا انتهى بانتهاء صفقة بوبنزا؟ اللي نعرفه ان المبلغ اللي كان مخصصه السيد هاني بيرزي يجيب لك لاعب سوبر مرتاح، فاتمنى يكون العرض ما زال مستمر. هل كمان يا ترى السيد ممدوح عباس اللي قال وعود كتيرة في الفترة اللي فاتت هيبدأ بقى ينفذها ولا لسه شوية عليها؟ الزمالك ما زال في حاجة ل3 4 لعيبة، واعتقد اننا المفروض نخلص من القصة دي سريعا عشان نبدأ نفوق ونحضر للموسم الجديد. في اخبار بتقول ان الاهلي دخل في مفاوضات جادة مع اللاعب الهولندي ديفيس اوسو، لاعب نادي زاهي جيانج الصيني. اللاعب يجيد اللعب في مركز الجناح ومركز المهاجم، وكأنها جاية على الطبطاب لعم كولر اللي بيعاني من النقص في السكواد في المركزين دول من هنا ولحد بكره. اذا اخذ الاهلي خطوات كويسه وظاهره في الصفقه هتكلم وقتها عن اللاعب باستفاضه، وهعرض لك اهم مميزاته ونقاط القوه والضعف في اللاعب. نشر احمد رمضان بيكهام على حسابه بوست مهم جدا شارح معناه، قال فيه حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص بيقف لحد في طريقه ويكون مش فارق له غير نفسه، سواء بعند او بتكبر، واهم حاجه يبص لمصلحته. بالمناسبه بيكهام كان على اعتاب نادي الزمالك بعد ما الزمالك اتفق مع اللاعب واتفق مع ناديه على كل شيء، برغم مغالاة سيراميكا في الصفقه اللي كان طالب في بيكهام 35 مليون جنيه. تخيل يا عزيزي تدفع 35 مليون جنيه في مدافع، وبرغم ده الزمالك وافق وقال وماله، هدفع بس هقسط. سيراميكا وافق والزمالك كان بيستعد عشان يأيد بيكهام قبل غلق قائمة السوبر الأفريقي. وبالمناسبة بيكهام وقتها أغرى سيراميكا وكان هيتنازل عن مستحقاته لدى النادي آخر 6 شهور، وهوب سيراميكا قالك أنا عايز فلوسي كاش ومش عايز أقسط. واللي سمعته بعدها إن الزمالك باع ماجد هاني وحمدي علاء عشان يدبر المبلغ، وبرضه معرفش، واتقفلت قائمة السوبر وراحت على بيكهام فرصة المشاركة في مباراة كان سهل جدا يشارك فيها. والله أعلم إذا كانت المفاوضات ممكن تكتمل واللاعب ينضم للزمالك ولا لحد هنا القصة انتهت. لكن من كلام بيكهام في البوست اللي قريناه مع بعض تحس إن القصة انتهت والأمور أصبحت صعبة. مش عارفة ليه أندية الدوري بتتعامل معاك وكأنك نادي خليجي جاي يخلص لاعب مصري وعايزة تعصرك، في حين إنك بتبيع لهم لاعبتك تقريبا ببلاش.
في تحذير لمجلس إدارة الزمالك، لو تم التفريط في أي لاعب من الناشئين أو اللاعبين الموجودين في الزمالك بمبلغ أهبل زي ما عملته في صفقة هاني وعلاء، ده كده يبقى اسمه تواطؤ، واحنا مش هنسمح بتكرار ده مرة تانية أيا كانت الأسباب. وكمان لازم وقف التعامل مع الأندية اللي بتتعنت معاك. النادي الأهلي طلع 2 ناشئين لنادي زد قيمة أحقية الشراء فيهم ضعف قيمة ال2 لعيبة، وده نادي زد اللي فاضل يبعت لهم اللعيبة مجانا قبل حتى ما يطلبوهم، زي ما عمل نفسه كوبري في صفقة هيثم محمد، وانت رايح تبيع لهم 2 نجوم ب 12 مليون جنيه. في النهاية بتمنى النصر لأهلنا في فلسطين، وبتمنى التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.